سنة 2025 ما كانت سنة إنجازات أو خسارات شخصية ولا حتى عامة. كانت سنة إبادة. غزة ما خلت شي نعده لأنها أخذت الحياة من أصلها. بهالسنة تعلمت شو يعني أكون فلسطينية فعلا، أعيش وأنا شاهدة على تاريخ جديد، أتنفس وأنا حاملة ذنب كل نفس بتنفسه، وأكمل يومي وأنا بعد الشهداء مش الساعات. بس ما كانت خبر، كانت اقتحام يفوت على لحظاتي بدون استئذان، على نومي، على يومي، على أي محاولة عادية للحياة. أصدقائي 36 ما صاروا أرقام، صاروا وجوه ساكنة جواتي. أصحى وأنا شايلة أسمائهم، وأنام وأنا شايفة عيونهم، وأتذكر أصواتهم وهم ينادوني. الأيام ما كانت تمشي، كانت تسحبني من صورة لصورة وتتركني معلقة بيناتهم. مع الإبادة ما كان في لحظة حيادية، الضحكة كانت خيانة، والصمت كان صراخ جواتي، والأكل بوقت التجويع كان سم عم بدخل جسمي. بهالسنة تعلمت شو يعني أعيش وأنا لابسة ملابس الحداد، أحب وأنا مهددة بالفقد، وأحكي وأنا عارفة إنه الصوت ثمنه غالي. كانت مراية مش للإنجاز، لأشياء تقيلة، لكل إشي انكسر فيي وما استأذن. رجعتني لذاكرة الطفولة وللسجن، لأماكن كنت مفكرة إني سكرتها وانفتحت فجأة. اضطريت أرجع لعلاج صعب، مش لأني ضعفت، إنما لأني بدي أكمل. انخذلت من ناس كنت محتاجة لهم، تعبت، مرضت، انكسرت، ولسه ما رجعت ولا قدرت أوقف. بس كملت، وبين كل هذا أجا النجاح، مش كفرح إنما كراحة مؤلمة. فيلم الدمون حرب الذاكرة اللي اشتغلت عليه أكثر من 14 سنة صار حقيقة، لف أكثر من 30 دولة، وصل مهرجانات عالمية وأخذ جوائز بتعنيلي كتير. بس النجاح ما حررني، كبلني، ذكرني إنه الصوت لما يوصل بحملني مسؤولية شعب، رواية وتاريخ. إني ما أساوم وما أوسخ الكلام، ما أغير مبادئ عشان أوصل، حتى لو الطريق أطول وأقصى. بهالسنة كتبت مسرحية عن الإبادة ورح تتمثل بعدة لغات. نشرت كتاب جديد، خلصت رواية عم بكتبها من 15 سنة، وكتاب شعر جاهز لسنة 26. قصائدي وصوري لفت معارض وبلاد، وحملت صوت بلد مش راضي يسمعني. والحب أجا، حب صادق مش ترميم ولا هروب، خلاني أحس إني كاملة لأول مرة. وبعد ما عشت معه حلم حلو أجا الفراق، وكأني مش مرئية ولا موجودة. سنة 2025 شالت كل الأقنعة، وأنا معها ما طلعت أقوى، طلعت أوضح. ما سمحتها ولا تصالحت معها، بس اعترفت بكل إشي فرحني وكسرني فيها، وكملت.